السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده. النهاردة جايبه لكم فيديو جديد وهو مشترياتي الشهرية. ان شاء الله يعجبكم الفيديو ده، ولو لسه اول مرة تشوفوني ولسه ما اشتركتوش في القناة اتمنى تنوروني وتشتركوا في القناة، وما تنسوش تعملوا لايك حلو كده من ايديكم الحلوة للفيديو، ونبدأ كده الفيديو مع بعض. اول حاجة اشتريتها هي رز توب فاليو. ده كان الكيلو عليه عرض ب27 بدل 33 جنيه. وده كده شكل الرز، هو الحجم بتاعه كويس مقارنة بالسعر. انا جبت منه 5 كيلو. انا بستخدم الرز ده بعمل بيه الرز بالشعرية، بس لما بكون بعمل محشي او رز بالخلطة بحب ان انا استخدم الرز اللي بيكون اعرض من ده، بيكون افضل معايا. اشتريت كمان المكرونة المرمرية دي الكيلو كان عليه عرض، كان ب27 بدل 33، فانا جبت منها 2 كيلو. دي نوع توب فاليو، النوع ده حلو جدا. جبت كمان المكرونة الأقلام دي، ما كانش موجود منها الكيس الكيلو، فجبت الكيس 350 جرام ده، كان عليه عرض ب10.5 بدل 13 جنيه، فجبت التلات اكياس دول. واشتريت كمان المكرونة اللازانيا دي من الملكة، دي 400 جرام ب27 جنيه. جبت كمان الحبوب اللي بالعسل دي من توب فاليو، قلت لكم عليها في فيديوهات المشتريات اللي قبل كده، قلت لكم ان هي حلوه جدا، بالاخص لو عندكم كده اطفال مغلبينكم شويه في الاكل هيحبوا الحاجات اللي زي كده. انا جبت علبتين، كانت العلبه عليها عرض ب37 بدل 43 جنيه. اشتريت كمان الجبنه الحلوم دي، النوع ده حلو جدا، النص كيلو ب145 جنيه، بتبقى حلوه جدا، بشويها كده بالزبده، بتبقى كده في فطار او عشاء كده مختلف شويه. اشتريت كمان لبن جهينة ده لتر ونص، كان عليه عرض ب64 بدل 75، اشتريت منه الازازتين دول. اشتريت كمان الطماطم دي الكيلو ب35 جنيه، فدول حوالي 2 كيلو ب70 جنيه. انا عندي الطماطم في السوق بنفس السعر ده، فلما لقيتها هناك يعتبر بنفس السعر فاشتريتها. اكتبوا لي بقى كده في التعليقات انتوا الطماطم عندكم بكام. اشتريت كمان كاتشب ادمي ده، قلت لكم عليه قبل كده، النوع ده حلو جدا، الازازه 425 جرام، كانت ب47 جنيه. واشتريت كمان المايونيز ده مايونيز بتاع هاينز، كان عليه عرض ب39 بدل 45. انا كنت بجيب النوع بتاع ادمي بس ما لقيتوش، برضو النوع بتاع ادمي في المايونيز حلو جدا. اشتريت كمان طبق الجبنه الرومي ده، خليته يقطعها لي بالشكل ده علشان هعملها جبنه مقليه. الطبق ده ربع كيلو ب70 جنيه ونص، والكيلو بتاع الجبنه الرومي ب289. واشتريت كمان الطبق الجبنه ده متقطع كده شرايح عاديه، ده حوالي 300 جرام ب85 جنيه. وجبت كمان الفيجيتار ده ربع كيلو ب31 جنيه. وجبت كمان التوست ده، بيبقى فيه كده حبوب، بيبقى حلو جدا، ده ب43 جنيه، بحطه كده في التوستر وبحط فيه كده جبنة رومي او جبنة مثلثات او ميكس كده مع بعض، بيكون حلو جدا. وجبت كمان العيش الفينو دول 4 ترغيفة ب21 جنيه. وده كده عيش تركي، ال4 ترغيفة مع بعض ب24 جنيه. وجبت كمان اللحمة المفرومة دي، بس انا كنت جمدتها لان انا كنت شارية الحاجات دي امبارح بالليل قبل ما اصور الفيديو، صورته الصبح. دي الكيلو منها ب385. كان في برضو عندهم نوع تاني ب450، بس انا ملقتش فيه فرق كبير بينهم. الطبق ده حوالي 500 جرام ب221. جبت كمان اللي وراك دي، جبت منها طبقين، كان الكيلو عليه عرض ب110 بدل من 130. الطبقين دول فيهم طبق حوالي كيلو و100 جرام، والطبق التاني كيلو و200 جرام. هو سعر الفراخ المتبلة عنده زي اللي مش متبلة. جبت كمان طبق الشيش ده، الكيلو كان عليه عرض ب250، الطبق ده حوالي 600 جرام، كان ب149. جبت كمان الجبنة الفيتا دي، انا اول مرة اجربها، دي من لافاش كري، النص كيلو ب120 جنيه. انا كنت دايما بجيب رودس او ديليس او افانتي، قلت لكم على الانواع دي قبل كده ان هي جبن طبيعي وبتكون حلوة جدا، بالاخص رودس الطبيعي. انا جربت الجبنة دي بعد ما صورت لكم الفيديو، فلقيتها هي لا، الجبن التانية افضل بالنسبة لي، لان دي كانت عادبة شوية، انا مش ذوقي الجبن العادبة. فبعد كده خلاص هرجع للانواع التانية اللي انا جربتها. جبت كمان الجبنة المثلثات دي 48 قطعة من لبنيتا ب225. انا قلت لكم ان النوع ده حلو جدا، انا بقيت معتمداه خلاص في الجبنة المثلثات.
هو للأسف مشكلتي مع الجبنة دي ان انا ما بقتش بلاقيها موجودة كتير في السوق زي الاول، وكمان ما بقوش يعملوا عليها عروض كتير، قليل قوي لما بقيت الاقي عليها عرض. وجبت كمان الخل ده 900 ملي، هو كان عليه عرض، هو العرض بتاعه مش كبير، كان ب11 جنيه بدل 11 ونص. جبت كمان السمبوسة دي سمبوسة من توب فاليو، النوع ده حلو جدا، انا دايما معتمداه عندي سواء هو او الجلاش. كان عليها عرض، كانت ب38 بدل 40، فانا جبت منها الاتنين دول. وجبت كمان الشاي الاخضر ده من روتس، دول 50 فتلة، كان عليه عرض ب40 بدل 49. وجبت كمان علبة المرقة دي فيها 24 مكعب ب31 جنيه ونص. وجبت كمان تتبيلة التكة دي من شيفي، دي ب34 جنيه. انا اول مرة اجرب التتبيلة دي، بس جبت النوع ده في حاجات تانية كان حلو جدا. وجبت كمان خلطة الرز البرياني دي برضو اول مرة اجربها، دي ب14 جنيه ونص. جبت كمان خلطة البشاميل دي بالجبنة الكريمي من كنور، عايزة اقول لكم الخلطة دي تحفة جدا، انا معتمداها معايا في البشاميل. الكيس ب14 جنيه ونص، انا جبت الثلاث اكياس دول ب43 جنيه ونص. وجبت كمان الزعتر ده من الخطيب، البهارات بتاعته حلوة جدا، انا دايما بجيب من عنده، دول 50 جرام ب20 جنيه. وجبت كمان علبة البسكويت دي ب58 جنيه، ده بسكويت كده محشي توفي كراميل، تحفة جدا، هو الباكو بيبقى ب10 جنيه، فالعلبة دي فيها 6 بواكي ب58 جنيه. ودي كده بامية اكسترا من امريكانا، الكيس ده ب40 جنيه، النوع ده انا معتمداه في البامية فيه كده صغيرة مش كبيرة. جبت منه الكيسين دول ب80 جنيه. جبت كمان العلبة دي كده كان عليها عرض ب85 بدل من 125، فالعرض بتاعها كان حلو جدا، وكمان هي حجمها كبير، حلوة جدا، تنفع بقى معاكم في مخبوزات، تنفع معاكم في كيك. ده كده شكلها. جبت كمان الشاور الجل ده لتر ونص، العرض بتاعه كان حلو جدا، كان ب50 بدل من 105. جبت منه ازازتين، انا قلت لكم عليه قبل كده، انا مش معتمداه كشاور جل، لا ده انا بجيبه بستخدمه صابون سائل للايد، وبزوده ميه، وبيبقى حلو جدا، وبيديني كمية كبيرة احسن من الصابون، فبيوفر لي. جبت كمان الحفاضات دي من فاين بيبي، ده مقاس 4، دي 80 حفاضة، كان عليها عرض، كانت ب390 بدل 513، فالعرض بتاعها كان حلو جدا. ودي كده كانت مشترياتي، ما تنسونيش في اللايك الحلو من ايديكم الحلوة، والاشتراك في القناة علشان قناتي مش هتكبر غير بدعمكم ليا، واكتبوا لي كومنت وقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو، والى اللقاء في فيديو اخر، مع السلامة.